في رحلتي علشان ادور على انسب طريقه اتعلم بيها انجليزي اتشليت، وده لاني بكره حاجه اسمها جرامر، وفي نفس الوقت انا مش عايز اقعد اكون الجمله بكلمه كلمه وارميها واقول يا رب تطلع صح. انا عايز زي ما بتكلم عربي اتكلم انجليزي، وهو ده بقى اللي كنت بدور عليه. ولقيت ان اسهل طريقه واللي مفيش غيرها تقريبا للتشانكس. ما سالتش نفسك قبل كده ازاي الواد الصغير الامريكي الصغنون اللي عنده 10 سنين ده بيتكلم انجليزي لبلب، واحنا اللي بقالنا 18 سنه بندرس انجليزي مش عارفين نقول جملتين على بعض؟ ومع العلم ان اغلبيه الشعب الامريكي ما يعرفش جرامر اصلا. الواد الصغير بيحفظ الجمل من ابوه وامه بالتلقين زي اي عيل صغير في العالم. يعني ابوه قال جمله وهو فرحان مثلا، الواد الصغير هيربط بينها وبين الموقف ده من غير بقى لا جرامر ولا تعقيد. هي دي بقى التشانكس يا قلب الغندور. وحرفيا ما لقيتش احسن من كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي اللي حرفيا هيخليك تتكلم انجليزي في اقل من 100 يوم. الكتاب فيه اهم 400 موضوع انت بتتعرض لهم او هتتعرض لهم لما تيجي تتكلم انجليزي. ده غير ان الكتاب مترجم بالعاميه المصريه، ده غير ان في QR كود في اول الكتاب هتسكانه وهتسمع كل الجمل اللي في الكتاب بالامريكان اكسنت، والكتاب مناسب لكل المستويات. اشتريه دلوقتي من اللينك اللي في البايو او اكتب في التعليقات اهم 6000 جمله في الانجليزي وهبعت لك كل التفاصيل. وكل ده ليه؟ عشان كان معاك الغندور لا بيلف ولا بيدور.